عقلك بالليل بعد يوم طويل من الشغل والقرارات الصغيرة بيبقى عامل زي الموبايل اللي فاضل فيه 1% بس شحن. هو ممكن يفتح واتساب أو فيسبوك، بس لو حاولت تشغل عليه لعبة تقيلة أو برنامج مونتاج هيهنج ويقفل في وشك. عقلك بيعمل نفس الحركة، بيقدر يعمل حاجات بسيطة بس ما يعرفش ياخد قرارات معقدة أو يفكر تفكير نقدي صح. المشكلة إنك بتحس إنك فايق ومصحصح، بس الحقيقة إن الجزء المسؤول عن الحكمة والمنطق في دماغك بيكون تقريبا نام خلاص. زي لما تقرر فجأة تبعت رسالة طويلة عريضة لمديرك الساعة 2 بالليل تشرح له فيها ازاي هو مش مقدر مجهودك، او تطلب اوردر اونلاين بفلوس كتير انت مش عامل حسابها. خطورة الفخ ده بتبدأ تدريجيا في الاول، بيخليك تاخد قرارات شغل غلط زي الايميل اللي قلناه بعدها بيبوظ علاقاتك. لما فجأة تقرر تفتح خناقة قديمة مع حد بتحبه عشان كلمة قالها من شهرين. المصيبة الاكبر بقى انه لما بيأثر على نفسيتك وبيخليك تدخل دوامة الاوفر سينجنج وستريس كبير على حياتك ومستقبلك. كل الافكار السلبية بتلاقيها فجأة منطقية جدا.